ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. في موضوع الصراحة غايب الأهمية، وكثير من الناس ما أدري حتى المشايخ والدعاة خطباء الجوامع ما يغفلون عنه كثير. أنا أشوف شباب كثير وبنات جيت ولو حدثوا الخير والشر وفساد أفسدوا وأرى مدري إيش ولا جاء عندي شارة لفزلوا على هندي ولا مدري بمحل بلدي قروش ولا نظرت واقع حياته يوميا ينام عن الصلاة، يقوم يصفط له 3-4 صلوات يصليهن جميع. يا جماعة إذا ما تصلي الصلاة بوقتها، تقوم واحد برنامجه يوميا ينام الساعة 8 يقوم قبل المغرب يصلي الظهر والعصر جميع، ما يدري المسكين إن صلاته دي ما له داعي. المفترض يعتبره تدريب رياضي، تمرين شيء، أما يعتبره صلاة لا، ما هي بصلاة. طيب هل أنا أولف ولا جايب نحتسي من كيسي وشلون يعتبره؟ وشلون واحد نام يومي ما يصلي الفجر، يصلي لا قام للدوام، يومي ما يصلي مثلا العصر لأنه جاي من الدوام ونام، لا قام قبل العشاء ولا المغرب صلى. نعم، هذا حسب شريعة الله عز وجل وفي كتابه المنزل ونبيه المرسل ما تقبل، والرجل هذا يخشى عليه من الكفر. واحد يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز يقول أنا ركب المنبه لجيت أقوم للدوام، قالوا صلاة الفجر ذي لا تصلي. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول ويخشى عليك من الكفر. كم بالبيوت الآن ناس ينام عادي، نيم عادي، بعضهم إن اللي قال له طيب يركب منبهين عنقه والله تنقمت ولا. طيب أنت يخشى عليك من الكفر، وينك وين الصدقة، وينك وين الفساد، وينك وين أنت فاسد وأنت ما تدري. برمضان هذا الفايت كنت خارج القصيم، مريت واحد متواعدين بفطر أنا وياه وعنده بشقته، مريت عليه قبل الأذان بنص ساعة، قبل أذان المغرب. الرجال نيم، صحيته، قالوا هي ما تأخرت، ويقول لي بشكل عادي بشكل طبيعي إني أنا كل يوم أنام 8 الصبح وأقوم قبل المغرب ساعة نص ساعة. قلت له تصوم؟ قال لي أكيد. طيب ما تفطر صليت الفجر تجيب لك فطور؟ قال أعوذ بالله. قلت ما له داعي صيامك هذا، ما كأنك ما صمت. قال أنت تجيب أشياء على كيفك. قلت لا من بعدك، هذا نظام. الآن لو تقطع الإشارة يعطونك 3000 غرامة، صح؟ قال لي منين جبنا ذا؟ نظام موجود مكتوب ومطبق عملي، شريعة الله عز وجل نظام. ما تصوم لا ما تصلي لا تصوم. شو تصوم؟ صايم ليش؟ قال لا أنا لا قمت أصليهن، ما له داعي. طيب لا وحتى تسهل عليكم المسألة تصير واضحة، اللي يقول أنا لا قمت أصلي مثل بالضبط لو أني أقول وشو له أحج بشهر 12 حر والناس زحمة، لا برد الوقت وصار ربيع حجيت. كلكم بتضحكون لو تسمعون أحد يقول كذا. كيف؟ هذه مواقيت، ما تقف يوم عرفة، ما تقف بالحج، خلاص مالك حج. طيب أنت اللي جاي تصلي العصر المغرب مثل بالضبط اللي يقف يوم عرفة اللي هو مفترض 9-12 يقف 1-11 بالضبط تماما. مالك عذر، لا تقول النوم عذر. واحد نام بأسنة مرة تعبان ومرهق ونام عن صلاة، شكوى لله يعذر. لكن واحد يومي، لو كان شهري كثير ما يمكن، شلون يومي؟ واسألوا كل اللي ينامون عن الصلاة، نمت عن اختبار واحد، نمت عن عزيمة، عن عرس. وبعضهم إذا قلت له ونصحته قال إيه الله يهدينا، الله يهدينا، هذه كلمة دارجة على اللسان، إيه الله يهدي، ما ينفع ذا. إذا ما توب نصوحة من لحظك من الآن وخلاص، من الوقت اللي بعد النصيحة وبعد إيه الله يهدينا، ما فاتك ولا وقت ولا مصيب. أنت تضمن أنك تعيش إلى بعد ساعة؟ ممكن تموت، نمت ما نعلم. هل أنت مت على الإسلام أو لا؟ ما نعلم. كفر هو غير مخرج من الملة، لكن ما نجزم أنك مت مسلم. إيه هذه شريعة الله. أحد يقول لي متطرف وتكفيري، يا هذا شرع، ده ما في لعب. والآباء والأمهات تذكروا أنه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، إذا جينا بعرصات القيامة ما راح تعدون إلا أنتم مسؤولين عن بناتكم وعيالكم. لا تقولين ما أقدر عليهم، تقدرين، تهجرين وتزعلين عليه، ما تحاتين وتكبين عليه، ما أهم شيء صلي.